هلا، شلونكم؟ يا رب الجميع بخير. شلون صحتكم؟ طبعا هنا انا دا اعلق الضاغطة مال صابون بمكان هاي بالمغسلة لانه ذيك ذب يعني صابون، ويعني وسخت لي الحايط والمغسلة كل ساعة يعني يوقع صابون سائل. وبعد شوفوا هذا كله واقع من ورا شو اسمه الضاغطة القديمة. فاشتريت هاي، طبعا ذيك ب3000 اخذتها، هاي اخذتها ب1000 علقتها. طلعت ال1000 احسن من 3000. هاي هم يعني فد حكمة، مو كل شي غالي يعني. العفو، كل شي غالي معناه هو زين، لا. هاي ثاني يوم من شكلت الضاغطة. هاي انا دا اسوي بيض بالطماطة. طبعا كلش احب البيض بالطماطة، واحب الطماطة تكون اكثر من البيض يعني احب نكهة الطماطة يعني بارزة اكثر من البيض. كلش احبها وما احبها هيجي يعني كلش مستوية يعني بحيث هيجي ناشفة. لا احب يعني هيجي يعني يستوي البيض بس ما احبها تنشف. يعني احب يعني الماي مال الطماطة يكون موجود. يعني شلون هسه هاي اللي سويته قدامكم بيض بالطماطة. وهاي طبعا دا استعمل الدلة لانه القوري مالتي انكسر في قوري بايركس، فانكسر ونزلت على هاي الزرعاية. طبعا خليتها برا من الهواء اللاهف والحار. شوفوا ذبلت اوراقها. فقلت هنا صعدتها بالطابق العلوي يعني على الدرج العالي، وبلشت اقصقص بالاوراق التعبانة. فقلت كلها اقصها يعني ماكو داعي ابقيها. هي اوتوماتيكيا طبعا شكلها مثل الشجرة تصير. هنا طبعا كانت تحتاج تراب، يعني حركتها يعني باعوا شوفوا يعني تهتز، ما يعني جذورها ما متغطية كلها. وهنا خليت لها تراب زمين، ويعني على مود تثبت لانه كانت مو ثابتة، وزقيتها للنبتة. طبعا الدرج بيه شباك والباب هم بيه شباك، يعني فالشمس تضرب على الزرعات. شوفوا إضاءة الشمس. وأريد أسوي هذا الباب مو حلو هيك بالنايلون، أو بالأحرى مو قصة حلو مو حلو، بس بالشتا يطب برودة وبالصيف يطب بتراب. فإن شاء الله هم هاي من ضمن التخطيطات واحد يرتب باب السطح. يعني منفعة عامة لكل الشقق، لأنه أكيد بالشتا كان يعني كلش طب ببرودة قوية. فإن شاء الله شوي شوي واحد يرتب. وهذا كان الغداء، شي بسيط يعني سويته. وهاي هنا دا أطلع وحدي بصراحة، هالمرة وحدي رايحة. جا راحة ويا أبوهم، ويعني عاجبني أروح للمشتل وحدي، لأنه من يكونون وياي الله يسلمهم بالمشتل ما يخلوني أنتبه يعني يا زرعة أخذ يا هاي، يظلون يعني عقلي كله يمهم ما أعرف يعني أشتري. فهنا رحت نفرات، وقلت أصوركم هاي النافورة الحلوة. أجواء حلوة كانت، يعني شوية واحد يغير أجواء. أني أعتبر هذا المكان علاج بصراحة نفسي. هو الحاجة بألف يعني كلش أحب هاي السوالف. هاي بشارع اليرموك، شارع الشيخ ضاري. من تجون من يم نفق الشرطة يعني صعدون الجسر على ايدكم اليمنى، اكو مشاتل هواية. هو أنا بصراحة مرتين أخذت منه، وهسه هم رجعت عليه. بصراحة كلش يعني يتساهلون بالأسعار، وبضاعتهم حلوة، وحلو تعاملهم كلش يعني. خصوصا اكو ولد اسمه يعني عبد الرحمن، يعني كلش بصراحة يعني تعامله حلو ويا الزباين وهاي. فأنا ما أحس روحي بعد يعني زبونة بعد يعني معميلة عندهم، لأنه بصراحة بعد ما أحب أخذ من غيره. هواي يعني ينزل وتعامله حلو، ويشرح لك على كل زرعة يعني شنو يحتاج لها وما يحتاج لها. أنا لقيت وردة الصباح، وهاي لالة العباس حسب ما قالت لي بنية عليها.
صارن هواية فما اشتريتها بصراحة. ما أخذتها يعني صارن هواية فما أخذت يعني على مود هذا السبب. قولوا لي شنو هاي اسمها هاي النبتة، هم حبيت شكلها. ما سألت على اسمها. مو العيب الواحد اكو اسماء ما يعرفن. هاي عين البزون طبعا جبت منها مشيت أخذت. هسه اشوفكم النباتات بنهاية الفيديو شنو اللي أخذتها. طبعا عجبتني هاي التشكيلات مال نبات عين البزون، وهاي عندي منها هاي النبتة. ودا أشوف يعني أطلع على النبتات. شوفوا يعني سويت لكم جولة حتى انتم هم يصير عندكم فكرة عن النباتات شوية. طبعا هذا دمعة الطفل بس لونه ثلجي كلش حلو، حبيته. وهاي طبعا تراج العروس كلش انقهرت من شفتها، ذكرت مالتي. طبعا أنا صوتي يعني طلعت ما تتحمل حار، وأنا شد حطيتها بمكان حار، وهذا أكبر غلط. كان الحلو إن عندهم كل شي، تحفيات، صنادين، يعني مبيدات، يعني سماد، نافورات، يعني ما شاء الله كل شي عندهم، يعني الله يرزقهم إن شاء الله. حبيت المكان أنا يعني هذا راح تلقوني دائما أشتري من عنده بصراحة. وهاي هم أنواع السنادين. حبيت هاي سندانة تتعلق بالحائط بس ما لقيت لون أبيض، كان عاجبني يعني بصراحة لون أبيض. لقيت بس من أكبر، وأنا ما رايدة أكبر، رايدة من ذني الصغار. أقول لكم شنو اسمها هاي النبتة وكلش عاجبتني، ممكن تحكوا لي شوية بالتفاصيل عنها. وهذا القوري خطية ماما مشتريت لي اياه، مكان ذاك القوري انكسر. خطية راحت للسوق وجابت لي شغلات، وجابت لي هذا المفرش مال ميز. هسه ان شاء الله تشوفون من ضمن الترتيبات اللي راح اسويها بالمطبخ ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله ترتيب المطبخ، ولو يعني هي شغلات بسيطة بس احسها يعني راح تفرق بصراحة، راح تعطيها يعني غير شكل. وخطية جابت لي هذا الكيس مال عربان، هاي مال مسواق مالتي. الكيس شقق لان كنت صاعدة على الدرج، و يعني شو اسمه شقق حرامات. دا اشوفكم هنا السنادين اباول مسويها من الاسمنت. شوفوا شلون اشكال حلوة مسويهن من زمان، بس اني يعني بصراحة حبيت اشوفكم الاعمال اليدوية مال بابا بالسنادين. وهنا اهل زوجة اخويا جابوا هريسة لنا، فحبيت يعني اذوقها كلش طيبة كانت. عاشت ايدهم ان شاء الله يتقبل منهم. وجيت لقيت تنتظرني محبوبة جوعانة خطية. انتو نصحتوني على شو اسمه على الاكل لازم ما بيه بهارات. هو اني اصلا يعني قمت اشطفه، ويعني من اخلص الطبخة اذا بيها دجاج بوتيتا بصراحة ما شفتها تاكل، فاشطف الاكل واقدم لها. الحمد لله يعني مرة جوارينا خطية يعني ينطوهم يعني أكل. يعني إحنا 4 شقق فوق، فكل منهم يعني يظل عنده أكل زايد، مثلا دجاج خصوصا صدر دجاج وهاي، لو من يشون دجاج وهاي هم خطية ينطوهم يعني الله يعطيهم العافية. فنتعاون يعني نوعا ما عليها، بس أنا أحس أكثر يعني مسؤولة عليها. بح خبلتني هم تكرمون. سويت بالممر، بالت بالممر، وكلش ضجيت وردت اوقع من الدرج البارحة من ورا الممر لان غسلته بالقاصر والتايت. انا والله مو اضوج من الحيوانات، بس باعوا هي هاي الشغلات اللي يعني من اسويها بالقاع كلش اضوج، تظل ريحة واتنرفز بصراحة. فش اسوي لها؟ هم لزمت الممر وغسلته وردته وقع من الدرجة الا شوية كان هسه تلقوني متكسرة. ما اعرف الله يا الله يعني سلام علي زين، لانه تايت وقاصر والقاع زحلق وردت اوقع، بس الحمد لله. فعقمت البرة، واحنا اصلا يعني حاطين تكرمون نعولة خاصة للبرة، خليت يعني من اطلع برا.
ونعوله ما داخل يعني ما داخل البيت حتى يعني لا البرا لا يوسخ الجو. عرفت شلون قصدي؟ ويا خطية بس البارحة سوتها وصحتها قلت لها هنا تسوين وصاخة وهاي ويعني سبحان الله من احكي وياها حست تسمع الحكي يعني مو بزونة عنودية لا فقيرة كلش فقيرة يعني خطية. فحتى المياو مالتها هيجي هادئ هيجي مياو هيجي صغيرونة هيجي ما تعيط يعني ما تصيح مياو قوي لا هيجي يعني مياو صغيرونة. شوف هنا فرغت الفريز وخليت البنكة عليها على مود يعني يعني اموع الفريز. وهنا دا اصفي الادوية هم باعوا هذا اليوم. هو البارحة طبعا كان ماكو شي بالبيت ما صفيته شكو شغلة زايدة ما اريدها. هاي طبعا مكسرات يعني ما عباكم ذبيتها عباط واخذت مال الفريز خليت وحدة جوا وهنا بقت بس وحدة. وشوفوا شلون بسرعة يموع بالبنكة لأنه يعني البنكة هو قوي مالتها. وهنا بلش باع بسرعة يمكن ما طول الساعة وماعت بين ما خلص الطبخ وبين ما خلص الجلف. وهاي هي مايعة. شوفوا راسا شلت النايلون. دير بالكم تسووها بالسكينة أو بالخاشوقة أو أي أدوات يعني ترى ينزروا في الفريز ويعني يصير مشكلة إنه يعني يصلحوها. وهاي هذا ذبيت النايلون طلعت نايلون ثاني لان شقق وقديم صار له هواية. وانا خليت دايته قاصر شوية لانه شوية يعني بيها تكرم ريحة الزفرة مال دجاج ولحوم هاي السوالف. مع العلم اني يعني ما اخلي يعني بدون يعني ما اخلي اللحوم بدون ماعين هاي البلاستيك بس ما ادري بعد سبحان الله الا صار بيها ريحة. فمسحة بالتايت والقاصر رسن يعني راحت الريحة. وفرشت هذا النايلون أنا أفرشه على مود الثلج حتى لا يلزق على الفريز وبسهولة يعني من مواعي الثلاجة أقدر أشيله. طبعا هي أحسن شي طبعا هي الثلاجة البخاخ إن شاء الله مو بعيدة عند الله إنه أشتري من عندها. شوية العافية درجات. جيت على البالكون هذا صاير خريطة كله من ورا حبي للزرع. قمت أجمع بطالة بلاستيك اريد اسوي بيهن يعني ديكورات وهاي السوالف. بعدين بوعد قلت ليش هيك جاي اسوي يعني ليش هيك هالقد مجمع بطالة شو اسوي بيهن بس من حبي للزرع هيك سويت. فلميتهن قلت يعني شكو هالهوسة يعني ضجت وشلت يعني هذا اليوم شلت شكو شي ما اريده. هاي شايفين الهوسة الزايدة الماخذة حيز بالبيت وما إلها أي داعي كلها شلتهن وذبيتهن. شاكو شي زايد شي خربان شي. هاي عقولة ماما أقول لها ماما أنت ليش ما تذبين فلان حاجة يقول لي يجينا أحد ماحود. قلت له يما والله هذا ماحود ما راح يجي بعد شايلة هم الماحود ما يجي ماحود فهي من عادة أمي عكسي طبعا كل شي تبقيه تقول يجي وقته. أنا لا أضوج يعني اكو شغلات احسها ما لها داعي اضوج. احس يعني شلون تخنق البيت يعني هسه من شفت شي خانق البالكون شلته ذبيته ما اريد يعني اضوج هيجي اتقيد. احس المنظر يعني شلون عباك مخيم على المكان زين الغراض مخيمة على المكان. فهنا سويت غسلت الحياطين وغسلت البالكون ونظفته. طبعا ما ادري انا صورته بس ما ادري وين راح التصوير بعد ما خلصت التعزيل وهاي. يلا مو مشكلة ان شاء الله الفيديو جاي اشوفكم يعني شلون سويت بقية الترتيبات وهاي السوالف. الحمد لله على كل حال. المهم يعني انه ارتاحت نفسيتي بصراحة. صح تعبت يوم كامل ونفس الوقت صورت لكم شوية يعني من يومي ونفس الوقت يعني هم كمل شغلي. وهنا أنا هم قلت خلي أترس البطالة مال ماي. هنا ترستهن وكملت أموري والحمد لله والشكر. أول شغلة هي سويت له تصفية هو هذا البالكونة
وهنا أنا طلعت هذا شو اسمه، هذا اللي ينترس ماي وينفخ. هي هاي لعب مال أطفال، بس طيت المحبوبة لأنه بي ماي فيبردها. شوفوا الهوسة، هاي كل المجرات فرغتها كلهن طلعتهن، وذبيت شكو شي زايد ما أريده شغلة ما عجبتني. إن أنا طبعا شلت هذا المراية خليتها هنا، بس ما عجبتني شكلها. هسه بالفيديو الثاني أقول لكم شلون رتبت. ذبيت هذا الأربع مجرات، أو مو ذبيت، انطيته 4 مجرات. هذا الملون كان هنا تذكرون مغطيته بشرشف الأبيض. صراحة أنا بيتي يعني كلش صغير، فقلت أبلش أصفي، يعني أحاول إنه يعني ما أخلي هيجي شغلات هواية. طبعا ما أدري، ناسية روحي لابسة شحاطة وناسية نفسي يعني. بعدين انتبهت، قد أقول أنا ليش هيجي تعبانة ليش هيجي تعبانة أنا لكم شغلة ثاني لابسة شحاطة. مرات واحد شايفين متى تثبرون تخلصون شغلة، فأني مثبورة يعني، وظليت لابسة هاي الشحاطة. بعدين يعني انتبهت. أنا هاي بالليل طبعا كملت كل شغلي والترتيبات والتنظيفات. ايش قد صفيت، ذبيت 3 أكياس سود يعني مال هاي تكرمون الزبالة. وهاي بالليل كلش هم كنست ومسحت بالقاصر والديتول والتايت، أقصد العفو. وشوفوا هاي أخذتهن من هاي مشتل المامون، هذا التكرمون بريق مال ماي. وهاي هم الطانية خطية ببلاش يعني، قال لي ما تسوى أحسب لك إياها. وهاي دمعات الطفل شفتوها. وهاي عيون البزون طبعا طلعت ما تتحمل حرارة وهواء لاهف، لأن طلعتها بالبالكون حسيتها ما تتحمل الهواء هيجي حار. حتى هاي ورد الصباح باعوا. تدري شنو أنا العيب بالبالكون مالتي؟ يصير الظهرية هوا حار حاليا زين، ومن افتح هاي الرذاذ مال ماي شنو يصير؟ الأوراق تحترق، لأنه هوا حار ورذاذ مال ماي تحترق الأوراق مال النباتات. فقلت يعني أغير مكانها، ما راح أخليها بالرفوف اللي سويتها منها هاي جهتين تتذكروها وياكم. هي هاي يصير بيها لاهف، بس من أحطن بالقاع يعني القاع مال البالكونة لا زين الجو. هاي ياسة وهاي شي يصحوا لها، هاي جهنمية. قولوا لي عافي هاي النباتات شلون العناية بيها؟ جهنمية تتحمل اللاهف والحار والشمس المباشرة. باعوا هذا الرف ناني يصير لاهف الظهر لأنه مفتوح من هالجهة، وهاي هم مفتوحة يعني للهواء، فالهواء حسه هو جاي يأذي النباتات. فيمكن حسوي شوية تغليف شوية عالي حتى لا تتأذى النباتات، لأن أحس إنه هذا الشي كلش مأذيهن خطية. وهاي شكل النهائي بالليل. وهاي نبتة العنكبوت ما شافتكم إياها، انطاني هم شتلات منها، بس قولولي أنا ما أريدها هيجي عواد، أريدها صغيرونة يصير أقطعها وأجذرها. كتبولي بالتعليقات لأن عندهم يعني نبتة العنكبوت، لأنه أريد ما أحبها هيك طوال، أحبها يعني قصيرة، شلون هاي اللي زارعتها بالسندانة. وهاي يلا نظفت لهاي الصابون يعني شوية بصراحة، قلت لكم كان عندي شغلات وهاي ما مهتمة بالبيت، بس الحمد لله هسه التفتت للبيت يعني. صدقوني من صفيت غراض الزايدة حسيت ارتاحت نفسيا ارتاحت يعني. حسيت ان انا سويت فد انجاز كلش قوي زين. بس انا اقول لكم والله كلش تعبت. انا كل ما اقول انه انا ما اسوي شغل كله بان واحد تطلع لي سالفة وانسى هذا الوعد اللي وعده بيه نفسي. هنا انا دا انظف الصابون. تدرون كل شيء يعجبني اخلي زرعات بالحمام، زرع حقيقي كلش يعجبني. الحمام كلش حلو يصير فيه الزرع يعني. اكو ناس يقولون لا هو شنو حديقة، لا واكو اجانب تدرون ايش قاعد يحطون زرع بالحمام، خصوصا اذا عندي شراف حلو هيجي وتحطين عليه سنادين صغيرة كلش حلو يطلع. انا دا انظف القاع طبعا، كملت كل شي ويلا نمت. نظفت البيت وغسلت هدوم وصفيت
وجلفت وسويت عشاء وما أقول لكم حتى يعني بحيث آخر شي هاي الهدوم شريتها. هاي كانت نادة تغسل يعني، وكان هواي هدوم فقلت ما أقدر أنام لأنه بس أعفن بالغسالة أصير بيها الريحة، وفتحت المطر وهاي قلت بين ما يعني شو اسمه بين ما يعني كمل الغسالة. وهنا أنا هم قعدت أنشف الحمام. بإذن الله الفيديو القادم راح يكون تغييرات بالمطبخ إن شاء الله إذا الله راد. طبعا وصلت لنهاية الفيديو، راح أقول لكم باي باي، إن شاء الله نلتقي فيديو ثاني.